نزف إليكم قناتنا الجديدة أقلام بلغوا عني ولو آية بمقال مسموع. هذه المرة وأول مقال بصوت أختنا أم رفيدة المشرفة العامة لجروب بلغوا عني ولو آية. نطلب الاشتراك في هذه القناة ونشرها وبين الأهل والأصدقاء. نعم، هذا رابط القناة إن شاء الله. أنا قد أول حلقة كانت الصمت المثمر. نعم، القناة تابعة لأخوكم محمد حجازي. نعم، هنا إن شاء الله نعم، الهدف إن شاء الله من كل هذه القنوات بلغوا عني ولو آية هدف واحد. نعم، الهدف من هذه القنوات إن شاء الله وكل الذي نتكلم عنهم بلغوا عني ولو آية، نعم، أن نعيش الحقيقة ولا نعيش الوهم، ولا نتبع الضلال، لا نتبع سبل الظلام. نعرف الله واتقوا الله ويعلمكم الله جل في علاه. نعم، واتقوا الله ويعلمكم الله، إنما يتقبل الله من المتقين. فهنا إن شاء الله حبيت إني أبين إن شاء الله أمور مهمة، لأنه في معي سؤال مهم جدا جدا أو حتى أسئلة. كيف نصل إلى الحقيقة؟ أنا وين؟ يعني كيف نهدم عرش إبليس كله؟ من خلال في ناس تتبع التنجيم وتظن يعني الأبراج إنه هذا حظها. في ناس الجهل عم وطم، يظن إنه هذا يعني يجوز، وكل واحد يبحث عن هواه، يبحث عن خلاصه. لو كان الخلاص واضح وجلي لاتبعوه. ما هو إذا أنت بدك تتوب إلى الله ومش عارف كيف تتوب، هاي هي المشكلة، إنك أنت اليوم بتتوب وثاني يوم بتسقط. السؤال لسه بنشوفه، كيف نخلص من الغيبة والنميمة وقد تربينا عليها؟ ما ظنناها إنها ذنب مثلا. من هذا الباب لسه بنشوف السؤال. فكيف نخلص من كل هذه الضلالات حتى لو كان فيها أمور نحن جنحنا بعيد عن الدين، في أمور لربما هي من الدين جنحنا بعيد جدا. طبعا التنجيم والأبراج كله كفر، السحر والشعوذة، بس الناس بتبحث عن خلاصها. أنا جاري مأذيني، كيف بدي أخلص منه؟ بروح بعمل له سحر. أنا زوجتي أو زوجي مش عمال يرد علي، بده يتزوج علي، كيف أخلص منه؟ بدي أروح أعمل له سحر. يا مسكين، ما بتعرفش إنه الاستغفار يبني يعني يصلح لك الله في كل شيء. لكنه لأن الله جل في علاه يقول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. انت جوزك بده يتجوز عليك موجع قلبك، فالاستغفار لن يتزوج او سيربط الله على قلبك. الآن في حروب ودمار وخوف. ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما كان الله ليعذب مستغفر. نعم، فالناس التي تذهب إلى الشعوذة تظن إنها ستجد خلاصها فيها. يعني عندي التجارة واقفة، شو بدي أعمل؟ بروح على المشعوذ خليه يضبط لي التجارة هكذا. لكنه هذا كفر، عشان أبين لك هذا كفر. طب كيف أعمل لأرجع التجارة؟ توب من ذنوبك. الذنوب هي سبب تعطيل كل حياتك. إن أحدكم لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. والرزق هو كل شيء جميل في حياتك، كل شيء جميل، إن كان مال، إن كان ولد، إن كان زواج، إن كان علم، إن كان تعليم، إن كان سيارات، إن كان عقارات، إن كان تمكين، إن كان عز. هذا كله من الأرزاق عطلته الذنوب. طيب كيف نعيش الحقيقة؟ الحقيقة أمسك حقيقة. يعني أنا بدعو الله ولا يستجيب. ليش الله لا يستجيب؟ ليش أنا عمال أذهب إلى الشعوذات وأذهب إلى الأحلام؟ حتى صارت الناس تعيش في أحلام، أسيرة حلم أو رؤية، مع أنه الأحاديث صحيحة في الرؤى. نعم، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ الرسول قال الرؤيا الصادقة يراها المؤمن أو ترى له. والرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة. وهذه حقيقة. لكن أنا أعيش أسير رؤيا مثلا لربما هي من الشيطان أو من هوى النفس مثلا على سبيل المثال. هل يمكن أن الله يعني إذا أراد الله أن يبعث لي رؤيا فيها الرسول عليه السلام فهي تخصني، أن الرسول عليه السلام رأيته وكذا وكذا فهي حق؟ نعم، لربما الله يبشرني إني على طريق حق، أما إني أنا أجلس أنتظر هذه الرؤيا حتى تتحقق. ناس بنت وأسست عليها يعني إمبراطوريات على لهذه الرؤى. لكن أنا بدي أعيش مش حلم، أنا بدي أعيش حقيقة. أنا قلت إن هذه الرؤى هي من النبوة،
لكن كيف أنا أعيش الحقيقة التي مش فقط أنا أعيش وهم سنين يعني سنة تلو السنة وأنت بده يخرج المخلص مثلا، وناس نصبت حالها مخلص لهذه الأمة من خلال رؤى، والله أعلم بهذه الرؤى، الله أعلم ما تحقق منها شيء، الحمد لله رب العالمين. يعني ما تحقق منها إنه متى يخرج، مع إنه مبين متى سيخرج ويخرج. أنا بدي خلاصي، أنا اللي أصلوا في ناس منتديات تتكلم عن الرؤى وكأنه يعني بكرة جاي المخلص، وكل يوم كان يأتي كل سنة 2024 2018 2019 2016 ما أتى ولا شيء. نعم، فعشان تعيش الحقيقة عليك أن تعيش الآية الاستغفار، وتعرف معنى كلمة الاستغفار عشان تعرف كيف تعيش الاستغفار ولا تبقى في التنظير. كيف تعرف انك انت اذا انت بدك تضلك عايش بين مناطحة الذين يدعون العلم في الأحاديث، يعني أي علم، حقيقة الحديث هذه قهوة. طيب أنا إذا بدي أشرب القهوة وأقول لك القهوة فيها يعني هاي نوع جديد مر على مالح على فيه شيء من السكر، ما شو فهمت ولا شيء، لازم تذوقه، لازم تذوق الاستغفار حتى تعرف ما معنى الاستغفار وكيف الله يغير لك حياتك في هذا الاستغفار، فتخرج من دائرة التنجيم والأبراج والسحر والطرق. نعم طرق ما تركوا طريق إلا اتبعوه، كركدية وصوفية وهاب، سمي ما تشاء. أنا بدي أخلص، أنا لا بدي أتبع طريق ولا بدي أتبع شيء، أنا بدي أعرف الله والله يستجيب لي وحياتي تبقى طيبة، وأرى أن المسلمين بألف خير، مش مشرذمين ل100,000 حزب. نعم، وهذه الأحزاب والطيارات. نعم، وعايشين في ناس عايشة في الأحلام ولا زالت تعيش في الأحلام، ولكن سبحان الله إذا أراد الله بشيء يعني كبير لربما الملك يرى هذا الرؤيا. لا مش نحن نرى الرؤيا. إذا رأينا الرؤيا نحن وذهبنا إلى الملك، ماذا سيقول لنا الملك؟ سيستقبلنا الملك نقول له شفتك إنك أنت سيسلب لك ملكك؟ سيقبل هذا الكلام الملك؟ لكنه إذا رأى هو الرؤيا، نعم، أو يترتب عليها شيء فهو سيبحث. أنا عندما تتكرر معه الرؤيا هذا والله أعلى وأعلم، لكن إحنا بفضل الله والفضل كله لله نعيش حقيقة. وبالاستغفار شلحنا كل الأحلام ونعيش حقيقة. عشنا في الأحلام، نعم عشنا في الأحلام ووصل فينا الحال إلى ما وصل، لكن بالاستغفار لا يعذب الله مستغفر، لا يبقي على وهمه، لا يبقوهم يعني مش عارف مشتت. إلى متى الخلاص يبدأ عندما تلزم الاستغفار وتترك هذه الذنوب التي هي سبب كل الذل الذي أنت فيه وهذا الهوان الذي أنت فيه. فإحنا إن شاء الله بدنا نجيب على أسئلة. فإذا أردت أن تعيش في أحلامك ابقى بأحلامك، نعم. وإذا أردت أن تعيش الحقيقة كيف تخلص مما أنت فيه من هذا الذل هذا الهوان. يعني فكرك الله جعل مصيرنا في أيدي دولتين يتناطحوا مثلا، أعوذ بالله، مصيرنا عند الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أو يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف. مشكلتنا مع الله. أنا شو دخلني؟ مالي ومال الذين يتناطحوا. أنا ما خلقت عشان يتناطحوا، لكن الله سيصيبني بمناطحتهم هذه الحروب وهذا التشريد، لأني أنا سبب الذنب من أسباب إني أنا كمان لا أنتهي لا عن غيبة ولا عن نميمة ولا عن ربا ولا قاطع لرحمي ومنبطح تحت شهوتي. كل هذا ما رجوت لله وقارا. فعندما أتوب إلى الله من هذه الذنوب التي هي سبب تسليط هذه الأمم والرؤساء والحكام والمعلم في الشغل والزوجة والأولاد، كله تسليط عليك حتى يعني ساموك سوء العذاب به، سامك الله به سوء العذاب. فبطلت تعرف من أين الخلاص. دفعات لا تنتهي، أمراض لا تنتهي، تيه لا ينتهي. إلى متى هذا الوضع مربوط في ذنبك. إذا أنت تبت، أنا مالي علاقة إذا فلان هو مستمر في ذنبه، إذا أنا كنت أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لأني أنا إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر درأت عن نفسي العذاب. فهمت؟ لا أريد أن أفصل أكثر من هيك. مش أنا فقط أنا ماسك الأمر لنفسي، أنا أستغفر فقط، لا، بدي أمر بالمعروف. أنا وجدت من استغفار شيء، فعلي أن أبين للأمة. لكننا نبقى في الأحلام ونبقى متبعين هذه الطرق.
قلنا ان الرؤى فيها احاديث صحيحة، لكن اني اعيشها، يعني الله قال لي فقط بتعيش في الاحلام؟ هل انا نبي؟ هل انا ولي؟ من انا؟ يعني هل انا ملك حتى تأتيني هذه الرؤيا لتغير مجرى الامور؟ هل ان خليفة يرى هذه الامور حتى يغير مساره او هكذا؟ انا لربما الله يبعث لي رؤيا تبشرني بخير، الحمد لله رب العالمين، او اذا كنت على ضلال لربما الله يعني يبين لي انك منذرة، اتق الله، هكذا لربما اصحح، لكن لا يفضحني الله، لا يفضحني اني انا اذا كنت انا والعياذ بالله اقترف الزنا وجاءت في حقي رؤيا اذهب الى، وانا مش عارف شو معناها، اذهب الى معبر ويقول لي انت بتزني، يفضحني الله؟ اعوذ بالله. فالله جل في علاه لم يفضح ذاك الرجل الذي كان من بني اسرائيل عندما استسقى موسى قومه وقال يعني الله اوحى لموسى لن تسقوا فان بينكم عاصي، سبحان الله، قال فنادى بين الناس إن بيننا عاصي فليخرج من بيننا عشان يسقينا الله. فهذا الرجل من بني إسرائيل أدخل نفسه في عبه وقال يا رب لقد سترتني كل هذا العمر بهذا الذنب فلا تفضحني على رؤوس الأشهاد. قال فالله جل في علاه يعني أعلن التوبة هذا الرجل، فقال فأمطر الله السماء. عندما أمطر الله السماء يعني قال تعجب موسى كيف ولم يخرج؟ قال سترته كل هذه المدة فلن أفضحه على رؤوس الأشهاد. وهكذا نعم الرؤى تأتي لك، أنت تخصك، نعم بدك أقرأ لك رؤيا ما شاء الله عليها السبب، فبقرأ لك رؤيتين ونستمر بالدرس يطول الدرس إن شاء الله، لكن لازم نخرج من دائرة هذه الأحلام والأحزاب والطيارات والطرق، وحتى إنه الناس بتروح عند الساحر عشان تغير مصيرها. يا جماعة في ناس ما بتعرفش إنه هذا حرام، في ناس تعرفش انه هذا يخرج من الملة، فما حدا يجي بزايد علي ويقول السحر كالرؤيا، لا مش زي، لا لا لا، فلا تدخل بالنص وتحاول ان تصطاد بالماء العكر. لكن مش رايح اعيش اسير رؤيا اني انا كذا ولا كذا واجلس انتظر حتى اصبح المليونير او انا الذي احكم الدنيا وهكذا. لا، انا علي اعمال، علي اني اعمل، ما أعيش في الوهم، أعيش حقيقة. بدي حقيقة يا عمي، أنا بدي حقيقة ملموسة. الأم ضايعة، كيف نخرج؟ بالاستغفار. اترك ذنبك وعيش الاستغفار، سترى التمكين في الاستغفار. كم أستغفر؟ هذا هو السؤال. كيف بدنا نفوت إحنا على إن شاء الله على أسئلة مهمة جدا. ولا تنسوا أن تشتركوا في هذه القناة، أقلام بلغوا عني ولو آية، وتنشروا هذا الكلام في مشارق الأرض ومغاربها، والهدف إخراج الناس من الضلال الذي تعيشه، وهذا العقاب بسبب هذا الضلال، العقاب مستمر علينا، ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الزم مسبحتك وابدأ استغفر. كم نستغفر بالليل والنهار؟ نعم هذه رؤية جميلة أستأنس بها، الحمد لله رب العالمين، ما بعظمها أكثر من لازم ولا بقلل من شأنها أكثر من لازم. تأتيني رؤية من كيف بقولها عابر القارات، والحمد لله رب العالمين، ما بجلس وبستنى. حياك الله، حياك الله أختي أم رفيدة، طبعا هي المشرفة العامة بجروبات بلغوا عني ولو آية. نعم أنا فتاة من الجزائر، حلمت إني نائمة ورأيت رؤيا كأني كنت في صالون أصلي خلف رجل، وبعدما انتهيت وقف هذا الرجل عند النافذة والتفت إلي، فتفاجأت إنه عمي محمد حجازي، وكان يرتدي قميص أخضر جميل، وكان قوي البنية وطويل وبكامل صحته ووجهه منور ما شاء الله. فقلت سبحان الله، وتعجبت إنه عاد لسن صغير 36 عام. فكنت سأسأله العديد من الأسئلة وأشكره على قناته، فسألته سؤال واحد وقلت له صف لي الجنة يا عمي، فابتسم لي ابتسامة أحسست إنه مرتاح كثير، واستيقظت من الحلم وقلت سأروي له ما رأيت. انتهى. لو سمحت وصل لي هذه الرؤية لعمي محمد حجازي. نعم الحمد لله رب العالمين. يعني أنا كنت صراحة بدي أجيب كمان رؤية وهي رؤية جميلة، لكن أنا أستأنس بهذه الرؤى ولا أعمل لها يعني أكثر من اللازم. نقطة سطر جديد، أنا حياتي إني أستغفر علي. اعملوا فسيرى الله عملكم، مش احلموا وستروا كل ما رأيتم حقيقة. نعم أنا بينت إنها في أحاديث صحيحة في الرؤى وكثير من الأحاديث الصحيحة، ولكن لا أعيش الحلم، أنا أعيش الحقيقة بالاستغفار. خلينا نجيب على الأسئلة.
انه صراحة في ناس بتبقى اسيرة الرؤى ولا تعمل، خلص انتهى موضوع، مش لا تعمل يعني خلص نصبت حالها في اماكن ما شاء الله عليها. خلينا نعيش ان شاء الله الحقيقة ونخرج من هذه التيه. اذا بنصب يعني قلوبنا على الاستغفار ونعمل، اذا كان هم هذا الرجل او كل واحد منا ان هذه الامة تنهض ويحمل الاستغفار محمل الجد، سترى التغيير في بيتك، في جيرانك، في امورك، لان الله لا يعذب مستغفر، وكل شيء يؤذيك هو من العذاب، كل شيء يؤذيك فهو من العذاب. فحق على الله ان يوفي وعده الذي وعد المستغفر، ان لا يريه مكروه، ان لا يريه ما يضيق عليه بصدره. سؤال وجواب ونستمر ان شاء الله. طبعا هو هاي رؤيا، لكن الاخ هنا هاي رؤيا عذرا مش رؤيا، هي حقيقة لمستغفر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي أحمد الغامدي وأخونا الأستاذ محمد حجازي وجميع الإخوة والأخوات في المجموعة. أحب أن أشارككم تجربة رائعة حدثت لي منذ فترة. بدأت الاستغفار منذ شهر رمضان الماضي تقريبا، ومرت علي مواقف أشبه بالمعجزات. أود أن أذكر لكم موقفا حصل معي أول أمس فقط. شوف الرسائل الربانية كيف تصل. وصلت إلى مكان عملي ووجدت جميع المواقف السيارات ممتلئة، فاضطررت لإيقاف سيارتي في ساحة ترابية تحت أشعة الشمس قريبة من مقر عملي. وللعلم درجات الحرارة في الخليج قد تصل أحيانا إلى أكثر من 50 درجة، وكان ذلك اليوم حارا للغاية. وعندما خرجت من العمل في الساعة 2 ظهرا كنت أتوقع أن تكون سيارتي قد سخنت بشدة من الشمس، لكني فوجئت عندما وصلت إنها محاطة بالكامل بظل جسر قريب، والذي غطى سيارتي بالكامل سيارتي أنا فقط، في حين كانت جميع السيارات الأخرى تقريبا قد قاربت على الاشتعال من الحرارة. سبحان الله، حقا لا يعذب الله عز وجل المستغفرين. هذا مجرد قصة واحدة من تجاربي القريبة التي أحببت أن أشاركها معكم. جزاكم الله خير عمنا أبو أحمد وأطال الله في عمرك. نعم، بدي أرجع أنا شوي لقصة. شوف هذه الرسالة كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اعتمدت الاستغفار بغير حد، والله كانت عندي ديون وسبحان الله قضى الله عني ديوني كلها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. حقائق أحلام بنفعش، ما بدنا طرق، ما بدنا أي شيء، بدنا نعرف الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. الله سيعلمك أين الحق وأين الباطل، سيجعل الله لك فرقان عندما تتقي الله. نعم، هذا هو السؤال الذي إن شاء الله سأجيب عليه. هذا السؤال كان عند أخونا محمد إبراهيم السوداني، والأخ سأله أنه يوصل السؤال إلي، صاحب قناة ذا تروث. يعني هو منا أخونا محمد إبراهيم السوداني ينشر بلغوا عني ولو آية كما عاشها وكما وجدها، وليس كما ينظرونها أصحاب التنظير. الحمد لله رب العالمين. طبعا السلام عليكم أخي محمد حجازي، بعد التحية والشكر لمجهوداتكم الجبارة لنشر هذه الآية الجميلة التي غفل عنها الكثير. إخوتي الكرام، أنا سأنقل كما أقرأ ماذا قال ولن أخبي أي كلمة، لأنه هذه كلها حقائق. نعود. السلام عليكم أخي محمد حجازي، بعد التحية والشكر لمجهوداتكم الجبارة لنشر هذه الآية الجميلة التي غفل عنها الكثير حتى كبار مشايخنا. أتمنى أن تنهض هذه الأمة التي عمتها الذنوب والمعاصي تحت مسمى الابتلاء. كلنا وقعنا في هذا الفخ الذي نصبه لنا شيوخنا وعلمائنا دون قصد منهم. منذ أن نشأنا ونحن وسط الغيبة والنميمة في البيت، الأب يغتاب ابنه أو بنته والعكس، مع الأهل تجري الغيبة مجرى الدم بينهم، الجيران يغتابون بعضهم، في الجامعة تجد الغيبة، في المواصلات تجد هناك من يغتاب إن لم يكن السائق، فتجد أحد الركاب، في الأسواق تجد الغيبة بين البائعين أو المشترين. نشأنا ونحن وسط الغيبة والنميمة، لم يطلعنا أحد إنها حرام، لم نزجر يوما بأن نترك الكلام في الناس، حتى شيوخنا لم يسلموا من هذا الذنب،
والله أعرف شيخ يغتاب فينا. أنا لا أشهر طبعا، هذه حقيقة نعيشها كلنا، لأنه ما عظمنا الذنب، ما عظمنا الغيبة. والله أعرف شيخ يغتاب فينا، سمعته بأذني. كيف ذلك وهو شيخ؟ الغيبة والنميمة جارية في الأمة الإسلامية مجرى الدم، في عروقهم وفي قلوبهم وفي كل شيء، كأنها أكل وشرب. فكيف لي بترك، هذا هو السؤال، كيف لي بترك هذا الذنب بين يوم وليلة ويعاقبني الله إن لم أتركه، وأنا طول سنيني معه، لست وحدي ولكن كل الحوالين وكل اللي حواليني يعني يفعلونه. أنا لا أبرر لنفسي لكن أبين لك حجم هذه المأساة الكارثية. سؤالي هو كيف لي بترك ذنب عشته سنوات عديدة ومع الجميع كما ذكرت، حتى الشيوخ لم يسلموا منه، وأنا أجاهد نفسي وربنا يعلم لتركه، وربنا يعلم لتركه، ولكن يصعب علي ترك ذنب كهذا الجميع يفعله سنوات وسنوات، وجزاكم الله خير. نعم، هنا الأخ محمد إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الغالي محمد حجازي، هذا السؤال من أحد متابعينك، من أخت تريد أن تدلها على طريق لكي تترك الغيبة والنميمة، أرجوك الإفادة، بارك الله فيك ونفع الله بك العباد. طبعا نعم إخوتي الكرام، عندما نقول الزموا الاستغفار كما قال يعني سيدنا أبو هريرة إني أستغفر الله باليوم 12,000 مرة على قدر عتقي، فهو لم يحدد ورد ولكنه وعاش هذه الحقيقة. وما كان ليقول هذا الكلام، ما كان ليقول هذا الكلام من جيبه. لو قال إني وجدت رزق، لو وجدت فيه الصحة، لو وجدت فيه البركة، لو وجدت فيه المطر، لو قال سيدنا أبو هريرة هذا الكلام نقبله من جيبه. لكن أن يقول على قدر عتقي، فهذا لابد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال له كما قال لأبي بن كعب عن الصلاة على رسول الله: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. إذا كان يردد الاستغفار سيدنا أبو هريرة وذكر هذا الأمر لرسول الله، فقال له حتما سيكون رسول الله قد قال له إنك تعتق نفسك في هذا الأمر. كما نقول نحن من قال 4 مرات، نعم كما قال لنا رسول الله من أصبح يقول أو يمسي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا، لا لحظة شوي، نعم اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك. هذه إن قلتها فأعتقت ربعك، وإن قلتها 4 مرات فقد أعتقت كلك. فهذا والله أعلى وأعلم إنه رسول الله قد وافق أبو هريرة على أن يقول هذا الكلام، ما كان ليأتي به أبو هريرة من جيبه. نعم، والحمد لله رب العالمين. الجواب الآن أننا عشنا الاستغفار ب30,000، والله أراد لهذا 30,000 أن يتحقق، وبينا عدة مرات كيف أن الله قد أمطر السماء، نعم، وكيف أن الله غير الأحوال والأرزاق وكل شيء بفضل الله بهذا الاستغفار. نعم، فأنا عندما أكثر الاستغفار، والله يا جماعة أنا أبين لك كيف إني أصل لما أنا بشغل نفسي من لزم الاستغفار وهو من باب الإكثار، وكل الوقت أنت مستغفر. فال30,000 مش هو تحديد ورد كما حدد أبو هريرة ولا ابن تيمية عندما قال إذا أشكلت عليه مسألة كنت أستغفر الله 1000 مرة. فما هو حدد، هو وجد وبين وخرج من كتم علم ألجمه الله بلجام النار يوم القيامة، فهو بين ماذا فعل، ونحن بينا ماذا فعلنا، ماذا وجدنا، وهذا الفضل كله لله. فأنا عندما أشغل نفسي بهذا الاستغفار الذي لا ينتهي، والله يا جماعة كان يعني ريقي ينشف، بدي أحط علكي بثمي عشان أبل ريقي. فما كان يعني كان يشغلني عن الاستغفار، فكان ينزل معي الورد، فهمت؟ فكيف لي بالغيبة مع الاستغفار؟ فلما أنا بجعل السقف هو 30,000 زائد أكثر من 30,000،
عشان أصحاب الهوى لا يذهبوا. أنت حددت، أنا ما حددت شيء، أنا عشت وأقطف وأبين. عيش أنت وبين لنا ماذا وجدت، ولا تنظر ولا تبقى في التنظير. نعم، ابني على ما وجدنا ولا تهدم ما وجدنا، لأنه أنت سيعريك الله. كل من يعني يتنطح لهذا الكلام سيعريك الله. وصدقني عندما تخرج في حلقة لن يأبه بك، لن يأبه بك. يعني كل واحد يريد أن ينظر. نعم، لكن عندما تعيشني حقيقة، عيشني حقيقة، اعطيني أمل يا أخي، اعطيني أعيش أمل. الناس ذهبت إلى الطاقة، الناس ذهبت إلى المشعوذين لتغير واقعها، فكيف أعيش أنا حقيقة إني أنا الله قضى عني كل ديني؟ 80,000 دولار قضى عني دين من حيث لا أحتسب. قلب الموازين، رزقنا الذرية بفضل الله بهذا الاستغفار. وكان هو أصلا السحر معطل الذرية عشان تفهم. والحمد لله والفضل كله لله. فالترتيب الذي في سورة نوح قطفنا. فأنت بدك تبقى بالتنظير، اذهب وسيعريك الله. أي واحد، أي واحد. أما هي الحكمة ضالة المؤمن. فأنا عندما أشغل نفسي لا يكون مجال. فأنا لما بدي أجعل لنفسي سقف واطي منخفض، يعني 7,000، ما أنا بكون عندي وقت لكل الغيبة والنميمة. لكن عندما أنا أنت قدس الأمر لنفسك ولا تقدسه على غيرك. قدس ورد إلك، لا تنزل عنه. في ناس بتقدس، طبعا هذا لازم يكون انك انت صلاة الفجر في وقتها، لكنها يعني لها 20 سنة بقول لك انا ما غابت عني صلاة الفجر بال20 سنة مرة واحدة، ولكن الظهر والعصر وهكذا يصليهم في البيت وفي كل مكان، هاي لا حافظ عليها. فهو جعل لنفسه انه هذه ممنوع انا اتنازل عنها. فهمت علي؟ وانت اعمل لنفسك هذا السقف انك لا تتنازل، السقف الذي يشغلك عن الغيبة والنميمة. فال30,000 هو ورد مبارك ليس مقدس، فلا يزايد علينا أحد من أصحاب التنظير. نعم، وهو ليس بكثير. أنا أستغفر الله. في ناس تسأل كيف تستغفر الله؟ يا جماعة ردد صيغة أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. الآن أنا أريد أن أذهب بالصوت، فيش صوت، بقولها بلساني وشفتي. شفت؟ أنا كنت يعني أطول الكلمة، فبتشوف شفتي تتغير. شوف الآن كيف بدها، وكأنه الشفتين لا تتحرك. شوف أنا ببلش أستغفر الله، أستغفر الله. أنا بدأت أستغفر الله وفقط اللسان والشفتين يتحركوا بدون صوت وبسرعة. لو في مجال افتح تملي افرجيك لسان كيف، هكذا استغفر الله، 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 هكذا. نعم، دعك من المنظرين، بدك تعيش الحقيقة وتشغل نفسك في الاستغفار. عيش هذا الأمر وستنتهي من الغيبة والنميمة. بعدين الغيبة والنميمة هي باب من أبواب العقاب، باب من أبواب العقاب. أنت عندما تبدأ، اسمع مليح، اسمع مليح، عندما تبدأ بالاستغفار وتكثر، حتى لو وقعت في الذنب، حتى لو وقعت في الذنب، سيفتح الله عليك باب خير، باب من الوعود. لربما مطر، ثم أنت أتاك المطر وأنت لازلت في عندك غيبة، ثم أنت أتى المطر أول مرة، ثاني مرة أنت بدك الرزق، بدك المال يقضي دينك، بدك الزواج، فأنت شو بتساوي؟ أنت بتقول لازلت أغتاب الناس، الله أمطرني، أنا علي أن أترك هذا الذنب. فبصير ضميرك يأنبك انك انت لربما الله مش فاتح عليك لانه هذا الذنب مستمر، وكأن الله بيعظم هذا الذنب في راسك بسبب استغفارك. فهمت؟ بنبهك انه هذا الغيبة والنميمة مانع عنك رزقك. ان احدكم لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. رسول عليه الصلاة والسلام امسك عليه لسانه وقال يا معاذ امسك عليك هذا، يعني لسانه. قال يا رسول الله أو نؤاخذ بما نقول؟ غيب ونميم وسب وشتم ولعب ومزع. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوهها إلا حصاد ألسنتها؟ يا أخي هذا تباغض وتحاسد وكروه والنقل الكلام. هذا كيف بدنا نحب؟ كيف بدنا ننهض؟ كيف تعيش حقيقة وأنت إنسان يعني كاره حاقد فقط للسب والشتم؟
والشيطان يؤزك أز على هذا الفعل. فعندما بتشغل نفسك الله بيبدأ يعظم في قلبك الذنب. فهمت؟ بالأول كان هوين ولعب، بصير يكبر بتصير تخاف منه، لأنه معطل رزقك، معطل الشيء اللي أنت بتبحث عنه. فعندما تكثر يعني 30,000، ما في عندك وقت لهذا العمل. فهذا الجواب إنك اكثر حتى يأتي الساعة إنه الله بدأ يفتح عليك. لما الله بيفتح عليك أمطار أرزاق بتصير تخاف، خلص نسيت للذنب. ثم الله بالاستغفار سيكنس عنك كل الناس التي تغتاب. بتحب الغيبة والنميمة، والله سترى هذا الأمر، سترى أن الناس بدأت تبتعد عنك بدون ما تضرها وبدون ما تبعدها أنت. سترى أنه بعدين بيبدأ لا تتفاعل. بعدين الناس هي اللي بتغتاب من حولي. كان امبارح كان كمان سؤال من هالشكل، كيف اعمل؟ مرت عمي بتحب الغيبة والنميمة وزوجي بقول لي داريها، ومرة كبيرة يعني امرأة عجوز كبيرة، شو قلت لها؟ ائتي لها بقصص المستغفرين، قولي لها ماذا يفعل الله بالمستغفرين، كيف الله يغير الأحوال والأمراض يزيلها والحياة طيبة، وكيف الله بيظبط لك حياة أولادك وحياتك وكل شيء، وكيف طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثير، وقديش الله بيعطي على الاستغفار، وقديش الكلمة ثقيلة عند الله. ويا رسول الله إنها تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها في لسانه، قال لا خير فيها فهي في النار. نعم، فلا نظن أننا نحن من أهل النار ونحن لا زلنا نغتاب ونسب ونشتم. وحديث المفلس نبين للختيارية هذولا. نعم أنا بينت لأمي، ولكن سبحان الله عندما تتهاون بالاستغفار بتصير تحكي أمي، ترجع السؤال هذا لها. نعم، فخلينا ننتبه لهذا الأمر، إنه الأمر مرهون بالاستمرارية. مش إذا الله رزقك ولد مثلا بالاستغفار يعني والعياذ بالله تركت الاستغفار سيقبض روح ولدك، لا مش هيك. لكن الرزق المال والتجارة سيعطلها الله، عشان الله بده إياك تعيش الاستغفار، لأنه بالاستغفار فيه الحياة، في المدد، في الحقيقة بتعيش حقيقة معرفة الله. ما بتتبع الأحلام ولا الطرق. ولا ليش اتبعوا الطرق؟ ليش راحوا عند المنجم؟ ما أنا عندي مشكلة مع هذا الرجل بدي أخلص عليه وأخلص عليه أخلص منه، فبروح مثلا عن جهالي مثلا وبعمل له سحر. طب ما أنا بالاستغفار الله بيكفيني شره، ما أنا بالاستغفار الله بيزيحه عن وجهي، ما أنا بالاستغفار الله بيرزقني، ما أنا بالاستغفار إذا تركت ذنوبي ولزمت الاستغفار الله بيعطيني كل شيء بدي إياته. فهمت؟ ليش حروح على التنجيم؟ وشو بدي بالطرق أنا؟ وشو بدي بالأحزاب؟ أنا شو بدي؟ أنا رحت على الأحزاب عشان أجد منصب إلي، بدي أترزق، بدي حياة طيبة، فكرت المنصب هذا وأكون مع الجماعة. مش هيك بتكون مع الجماعة. أنت مع السلف الصالح، أنت مع قال الله وقال رسول الله، ماذا قال وماذا فعل رسول الله. أنت ليه يعني حامل عمال تحارب بالمسلمين يعني أنت؟ لا، أنا أتبع ما قال الله وقال رسول الله، ما إلي بالطرق. كل واحد اجتهد لربما يصيب ويخطئ، أنا ما إلي علاقة فيه، أنا ما إلي علاقة. أنا علاقتي مع الله مباشرة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أإله مع الله حتى تعطيني طريق أنا أتبعها؟ شو بدي فيه هذا صاحب الطريقة ولا فلان ولا المنجم أو المشعوذ؟ هل أبقى في أحلامي أعيش حتى لو كان فيها أحاديث صحيحة؟ ما، لا، أعوذ بالله. أنا لازم أعيش الحقيقة مش أحلام. فإخوتي الكرام، بالاستغفار ما في ضلال. بالاستغفار سينتهي دور المنجمين والسحرة والطرق والأحزاب وكل هذا الذي هو من باب التسليط علينا، سلطه الله علينا عشان عقاب لنا. فإخوتي الكرام، 30,000 استغفار هي الطريقة، مش بنقدس. مرضى النفوس فلا يأخذوه كالتقديس، لا أقدس، ما قدسته لكني عشته، فما ثماره عجيب هذا الإكثار. ولربما من يعيش 40,000 سيجد أكثر مما وجد، والله أعلى وأعلم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بالنوافل أنت تتقرب وتزيد وتزيد وتزيد، والله يحب هذا الأمر.
فلا يزال عبدي يتقرب الي بنوافل حتى احبه، فان احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجلي التي يمشي بها، ولئن سالني لا اعطينه. نعم هنا سيعطيك الله. فانت عيش 30,000 استغفار ستنشغل عن الغيبه والنميمه، وهذه الغيبه والنميمه من باب العقاب التي تحلق لك حسناتك، لانك انت مغموس في ذنوب كثيره، فبالاستغفار سيمحى الله الغيبه والنميمه وكل شيء يمحو لك حسناتك. وصلت؟ وستعيش الحياة الطيبة التي وعد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وكما قال المولى عز وجل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وفي سورة نوح: نعم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اشغل نفسك، قدس إلك، لا إلك مش لإلي، إنه يكون عندك السقف عالي جدا بالاستغفار. نعم أن يكون السقف عالي، مش يغلك، مش على راحتك، على راحتك بتكلم مع حاضر بلعب مع حاضر بأخبار وتوك توك، لا لا، اشغل حالك. والله بهذا الاستغفار سيزيل عنك كل الأمور الضبابية. وصلت؟ الله يبارك فيكم ويرضى عليكم، وإن شاء الله سيهدم عرش إبليس بالاستغفار، بالاستغفار. ومع سورة البقرة إن شاء الله التي هي الحافظ بفضل الله والضامن لهذا الدين والفهم الصحيح لمراد للتوحيد والرزق وكل شيء. الله يبارك فيكم ويرضى عليكم. طبعا الذين يسألون الاستغفار في كل الوقت، يعني 30,000، مش انك تعمل 30,000 وتخلصهن وخلص، لا، كل اليوم، كل اليوم من لزم الاستغفار فأنا ملازم إن شاء الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزموا الاستغفار بتعيشوا حقيقة، حقيقة يعيشكم الله، حقيقة معرفة الله، عطاء الله. ويا قوم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. نحن نستجيب بالتوبة والاستغفار ولزوم الاستغفار، والله سيستجيب دعواتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.